وحاجة مع حاجة غريبة تبين لك بقى حاجة، إن الوحيد اللي على الساحة دلوقتي اللي لسه بيحارب حمدين صباحي. كله كش، كله راجع جحوره، وكله راجع لدين آبائه. أبو الفتوح بقى خلاص كده من تحت لتحت مع الإخوان وبيرشح مرسي، ومش مهم بقى إيه الناس دي كسبت إزاي ولا اشترت الأصوات إزاي، خلاص ما عندوش مبدأ. صح؟ تمام. وحازم فين؟ حازم اختفى، عمر سليمان اختفى، خيرت الشوط كله اختفى، مفيش غير حمدين. والناس دي شايفة إن حمدين له شعبية واسعة. طب خلاص هو خسر الانتخابات، وزي ما ناس كتير قوي أذكياء بيقول لك إيه، هو خسر الانتخابات بس بيدور على إيه؟ وضع وكيان سياسي. مش عيب. مش عيب. إيه المشكلة يعني؟ الراجل ما طلبش من الناس انها تعمل فوضى، ما طلبش من الناس انها تقاطع الحكم، ما طلبش الناس انها تعمل انقلاب. هو راجل ماشي بيوسع من شعبيته يا جدعان، مش عيب. انا مش شايف فيها اي حاجة غلط. ده يقول لك إزاي؟ ده راجل انتهازي. ليه راجل انتهازي؟ ان هو بينزل للشعب، بيحاول يعرف الشعب مصلحته فين، بيحاول يقول للناس ايه اللي المفروض يحصل، وايه اللي المفروض يطالبوا بيه، وايه المفروض ايه ده المشكلة يعني. كخة بقى كده، يبقى راجل الراجل كخة. الراجل ينتمي لحزب. اه. الراجل بيحاول يوسع الشعبية بتاعة الحزب بتاعته. ده مش حاجة عيب خالص. راجل عايز يوصل في يوم من الأيام إن الحزب بتاعه يا عم يبقى الحزب الحاكم، حتى لو هو مش هو اللي هيحكم. عيب؟ سياسة، لعبة، مسابقة. ده بس هو خلي بالك، ما فيهاش أي حاجة عيب. انت ايام الانتخابات ما كانش متعرض لحملات تشويه زي ما متعرض لها دلوقتي من بعد الانتخابات. ليه بقى يا معلم؟ اه. عشان بعد ما كلهم اجتمعوا، ابو الفتوح طبعا اخد جنب الاخوان. صح. اه. اكيد كانوا مستنيينه بقى، يا اما بقى مع شفيق يا مع الاخوان. صح. تمام. ما هو دلوقتي الدوله منقسمه لاتنين، ناس عايزه دوله دينيه والناس عايزه دوله مدنيه، شفيق ومرسي. هما شايفين ان هو بقى ايه في النص، لا عايز ينتخب ده ولا عايز ينتخب ده، وهيعمل لهم بلبله. تبتدي بقى حملات التشويه على الراجل، ويا ريتها مثلا حملات جامده، او يعني حاجات بقى يعني ايه. انت لما بتشير فيديو ولا بتشير حاجه سواء عن مرسي ولا عن شفيق، بتشير عن حق، شايف ان دول عملوا خطأ باين، عملوا تجاوزات باينه، مم. كده يقول لك يا عم على فكره احنا بنخش على صفحات الحملات كلها، احنا مش مع حد، بس احنا مع الحق. اللي انا شايفه ان الناس الوحيده المحترمه الناس كلها اللي رشحت حمدين. مش هي دي الأساس بتاع الموضوع. الأساس بتاع الموضوع إن الناس اللي بتحاول تشوه صورة الراجل ده بتحط أخبار. يعني أنا مش هقول لك هي لا تمت للحقيقة، بس هي ملهاش معنى أصلا، تافهة. زي الموضوع اللي إحنا شفناه بتاع الصورة اللي في بتاعت البودي البلكونة. جاردز. ده صورة اللي كانت اه بتاعت مع أم الباكون، الراجل ام خالد سعيد اه. ووالدة خالد سعيد واحمد دومة. إيه المشكلة إن الراجل ده ظهر في صورة؟ يعني عيب؟ انا مش شايف ان عيب، لا طلع أنا بقى ظهرت عليه. في مكان، والمكان ده متواجد فيه أنت وواحد صاحبك، همشي لك صاحبك؟ هتقوم تمشيه علشان أنا موجود؟ اكيد لا طبعا. طيب يعني حاجة غريبة جدا، أنا مش فاهم إيه معناها. أنا أي حاجة بشوفها صورة بعلامة حمراء بتبقى هبالة، بعرف إنها دي هبالة. على طول بعرف إن دي كلام فارغ وكلام ملوش لازمة، كلام ملوش معنى خالص. الراجل معاه بودي جاردات، إيه المشكلة إن الراجل يكون معاه بودي جاردات؟ دلوقتي يا عم الراجل ده مثلا أنت راجل مستهدف. الراجل أنت ممكن يعملوا معاك أي حاجة. جنبين انت شايف ان الجنبين اوسخ من بعض، ممكن يعملوا معاك الصح. وبعدين ليه ما تحميش نفسك؟ يعني عيب. ويا ريته لا، هو مش على كده. هو القصه كالاتي ان الناس دي البودي جاردز اللي ظهروا معاه اخر كام يوم
دول رايحين متطوعين. حلو. من بعد اللي حصل في الميدان، لما نزل الميدان ولفوا بيه الشباب واغمى عليه مرتين، فمن الخنقة، فالناس دي شافت الموضوع ده فراحت بقى تعرض ان هم يبقوا معاه، يعني على الاقل ايه، يحافظوا عليه، يقفوا حواليه، مش ما يحصلوش اللي حصل ده قبل كده. مم. حلو. بصرف النظر الناس دي بقى مين، وممكن الناس دي تكون يعني اتطوعت بقى بصفاء نية انها تروح، يا اما حد زيهم عشان يبقوا حوالين حمدين يعرفوا تحركوا. بس سواء كده او كده، الراجل ما عملش حاجة الراجل ما غلط. عملش حاجه غلط. ده يقول لك لا ازاي، ده شعاره واحد يا عم مننا. ناس ما حاولوش يساعدوه. يعني ايه واحد مننا؟ ناس مش ما فاهم. حاولوش يساعدوه، طب مش هو فاهم. دافع في مرتب لناس انها تمشي معاه كده تخلي بالها منه، وعيب. لا لا، بس بيمسكوا لك بقى على الكلمه، ده هو نظام نسوانه. ونظام ايه، عارف انت النسوان الشراميط، هو ده النظام. ايه ده، انت مش عارف ايه بقى، انت ايه يا عم، ايه المشكله يعني؟ انت قلت انت واحد مننا يبقى تمشي عريان في الشارع مع يعني ايه، مش فاهم. واحد كان هيتضر وصحته تعبت، ايه المشكله؟ مش فيهاش اي مشكلة خالص. حاجة. يبقى خبر تافه ولا مش تافه، ويقعدوا بقى ينشروه لك على الفيسبوك، الحق ده شوف مش عارف ايه، مش عارف. وبقى كل اللي بيرشح شفيق من منسونين، سواء ولاد او بنات. وانا بقولها لهم اهو، منسونين. انتوا مش لاقيين حاجه تمسكوها على اي حد، فبتمسكوا في التفاهات. يعني لو انتوا بتشوهوا المرسي زي ما انتوا ما بتعملوا فيديوهات وصور، ماشي، عندكم حق. مرسي شبهه من هنا لبكره، وشفيق شبهه من هنا لبكره، لكن الراجل عشان معلوش اي شبهات في. طبيعي خليكم ناس عاقله، يعني على الاقل لما تهاجموا هاجموا بعقل.